أهلا بكم أعزائي من جديد، وفقرة عنوانها كيف تهيئين أبنائك للترم الثاني من الدراسة. فغدا إن شاء الله أولى أيام الترم الثاني في السنة الدراسية، وطبعا كلنا عارفين إنه الأجازة طولناها شوية حرصا على حياة أبنائنا وصحتهم، لأنه كان في طبعا أنفلونزا الموسمية، مش عايزة أقول المسميات التانية لكن هي موجودة الحقيقة في العالم كله مش في مصر بس. ولكن يعني طبعا من الحكمة إن احنا نعرف إزاي نعمل وقاية لأولادنا، المكان اللي فيه مرض بلاش ندخله وهكذا إلى آخر النصائح. ولكن في الدراسة طبعا كان الأولى إن احنا عشان هي بتنتشر قوي في يناير وفبراير، واحنا دلوقتي دخلنا الحمد لله في مارس، فالمسألة بتنحسر، عشان كده طولت شوية. الولاد خدوا راحتهم، استرخاء بدني وذهني، وعشان كده بقى ازاي نهيئهم، عشان كمان في ساعة بيولوجية كانوا بيسهروا حاجات كده، فازاي نرجعهم تاني ينتظموا. كل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفتنا الكريمة الدكتور حنان رشدي، استشاري الموارد البشرية. أهلا بسيادتك. اهلا بك، منورانا. انت منوره. ازاي بقى؟ وعلى فكرة يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا، مش بس هيئ الولاد، ده انا عندي اولياء الامور مهم جدا برضو اهيئهم، واكيد انه التنمية البشرية بتلعب دور كبير قوي في كل التفاصيل دي. فتفضلي حضرتك قولي لنا نهيئ الناس دي ازاي. اولا الامهات في منهم صنفين، والاثنين للاسف خطأ. في بتشحن الطفل ان انت الدراسة هتبتدي الحمد لله علشان اتخلص من شغبك ومن مسؤولياتك في البيت ومن قعدتك معايا ومن تعبك. دي الام اللي غير عامله، بتقولها له كده مباشره، بتقولها له مباشره على فكره. انها الحمد لله ان هيجي الدراسه وهي تبتدي تلاقي وقت بقى عندها في البيت، وقت طويل ان هي تتخلص من الاولاد، فهو حاسس ان بدايه الدراسه يتخلص منه. الصنف الثاني وبرضه هو يعني غير سوي، اللي هي الطفل الصبح هضطر اعمل سندوتشات وفي ميعاد للصحيان، وهوديه المدرسه وهجيبه من المدرسه وهستقبل مدرس خصوصي، وفي مصاريف زياده، الاعباء، كل الكلام ده حاسه ان اعباء عليها، فبتنقل الصوره السلبيه للطفل. فهو شخصيا شايف ان الدراسه فيها حاجه مش مظبوطه، فبما انها بتعود على امه بحاله نفسيه سيئه، فبالتالي هتعود عليه. ايه المنتظر اذا كانت الام شايفه ان هي متضايقه من الدراسه باي طريقه كان؟ هو هيعمل ايه؟ فهو هيعمل ايه؟ فاحنا لازم ننقل لاولادنا بطريقه، اولا الشحن المعنوي ده مهم جدا جدا. ان الدراسه هي خطوه، خطوه لبكره، خطوه لنجاحك، خطوه لمستقبلك. هنعدي سنه حتى لو اولى ابتدائي، يعني انا مش بتكلم ده على المراحل الكبيره. انت السنه دي هتخلص، هتبقى في ثانيه، وهنا هتبقى في ثالثه، هتبقى في رابعه، في نجاح، في بكره، في مستقبل، في حلم. ليه الام نفسها ما بتحلمش؟ عشان الاولاد يحلموا. فهي شايفه العوائق الوقتيه، مش شايفه النجاح الابعد، شايفه نتيجه استثمارها ده في المستقبل. برافو عليكي، الكلمه دي رائعه. ده استثمار صحيح. يعني والدي ربنا يديله الصحه، يعني دايما كان يقول كده، كان يقول لي انا بستثمر فيكو انت واخوكي. هو ده الصح. انت بتستثمري في اولادك عشان بكره تشوفي نجاحك فيهم، تحقيق احلامك فيهم. اما بالنسبه للشق الثاني بتاع سؤال حضرتك، التنميه البشريه ودورها في هذا الموضوع، الدور اكبر مما تتخيل. احنا ابتدينا يعني كمحاضرين ومدربين ومتخصصين في التنميه البشريه تحت مظله المركز الكندي للدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه. ابتدينا ان احنا نحاول ادخال التنميه البشريه في المدارس، لدرجه ان انا شخصيا ناديت اكتر من مره بان يا ريت يبقى في استحداث وزاره خاصه بالتنميه البشريه. ده لازم. التنميه البشريه تعديل سلوك واطلاق طاقات وقدرات ومهارات للشخص، ده احنا محتاجينها في مبنى الاذاعه والتلفزيون، محتاجينها في وزاره التربيه والتعليم، اصل محتاجينها في الشرطه، من اسمها تنميه بشريه. بالظبط، ده تعديل سلوك واطلاق طاقات واكساب مهارات. انت عايزه ايه؟ هي دي التنميه البشريه. فمحتاجينها في كل مجالات الحياه، لازم يكون ليها وزاره خاصه. فربنا يعني ان شاء الله يعني ساعدنا ان احنا دخلنا مدارس مجهود شخصي ومستوى فردي. دخلنا منطقه الهرم التعليميه، ادينا في 12 مدرسه على مستوى منطقه الهرم. لايه بقى؟ اعداد معلم محترف. عشان المعلم هو همزه الوصل، هو اللي هيقدر يوصل المعلومه اللي احنا عايزينها للطالب، لان له تاثير اكبر من تاثيرنا. هو اللي لما يعد لهذا المجهود ويؤمن برسالته، هو اللي هيعلم الطالب السلوك القويم، هو اللي هيعلمه ازاي يشوف مهاراته وقدراته، هو اللي هيعلمه كل ده. ده هو يمكن اهم عامل في عوامل اعداد
الطالب ده مش اعداد الطالب هو بس. المدرس. عارفه هو مين المدرس؟ هو اللي بيعد مجتمع بكره. هو الطالب النواه بقى هو البذره اللي بالظبط. بيحطها في الارض اللي هي المجتمع عشان تنتج زرع صالح. لو المدرس غير صالح لهذه المأمورية او لهذه الرسالة، فبالتالي البذرة هتفسد جوه الارض. كلام مهم جدا، ده شيء خطير. فالمدرس او المعلم يعني عايزه اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثت الا معلما، يعني ده له تكريم. وكم من اشعار وكم من ايات قرانيه وكم العلم ده له فائده يعني كلنا عارفينها. لا العلم في الدين كتير قوي قوي لكن قوي. المعلم يعني ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال اطلبوا العلم ولو في الصين. طبعا يعني احنا مش عايزين نقول ان اول ايه نزلت اقرا يعني، واقرا وهي من العلم. من العلم. فده مهم جدا. هقول لك على شيء يحضرني كمان، الناس اللي بتسعى في هذا المجال ولها مني كل اعزاز وتقدير. مثلا محمد صبحي الممثل الرائد، تحيه ليه الرائد. يعني انا شخصيا تعلمت منه في مسلسله البسيط زي مسلسل ونيس مثلا. ده مسلسل تربوي على فكره. يعني حاجه زي حديث الثلاثاء اللي كان بيطلعها ويحط اولاده طابور ويقول لهم على فكره ده واضح جدا. مش لسه هنقول على فكره هو واضح اللي احنا بنعملها مع اولادنا. يعني انا اتعلمت الكلام ده منه. يعني احنا كاباء وامهات فين الكبسوله الصباحيه اللي الام بدل ما تنفر من انها بتعمل سندوتشات وان ميعاد الباص جاي والمدرس هيجي الساعه كام وهندفع فلوس قد ايه، كل الكلام ده فين الجمله اللي بتعدلي بيها سلوك ابنك او بتكتشف فيها مهاراته الصبح؟ فين الكلمه؟ مش نصيحه، معلومه. لان النصيحه تنفر منها النفس، لكن المعلومه تتقبلها النفس. عمل محمد صبحي اللي احنا بنعمله بس في مدارس بطريقه مختلفه، ناتجه بقى من موهبته وعمله. لف مدارس كتير بحاجه اسمها المسرحيه التعليميه او المدرسيه. عمل فيها اوبريت، سجل حلمك لبكره، وبيلف بيه المدارس. الله. تربوي، الله. تعليم. احنا عايزين نخرج من اطار الواجب اللي زي ما قال الكتاب. احنا عايزين نخرج بالابتكار والابداع. نشغل اذهاننا بالابتكار لبكره، لان انا ممكن اعمل الواجب اللي عليا لكن بالحروف اللي عايزين نقول ايه الجامده زي زمان. ما بقاش دلوقتي الطفل كده، ما بقاش يتقبل الكلام ده. ليه؟ لانه يعني عايزه اسال، احنا على اجيالنا واللي قبلنا كانوا اهلنا بيربونا على فكره بالطريقه دي. يعني مش عايزه اقول انا بتكلم عن نفسي. يعني كانوا يعلمونا ده غلط، ده صح، ده حرام، ده حلال، ربنا هيديك هنا ثواب، هنا عقاب، هنا وهكذا. النهارده ليه الولاد ما تتقبلش ده؟ ولا المدرسين واولياء الامور اللي بيربوهم عندهم القصور؟ عايزه اعرف الغلط فين. هو شقين. اول شق كانت جدتي دايما تقول زمان نشفوا رقكم مع اولادكم شويه، اتعبوا معاهم كلمه شوية. نشفوا رقكم دي يعني اتكلموا كتير شويه، اتعبوا شويه. احنا ما فيش الحوار دوت. الحاجه الثانيه، الاولاد دلوقتي التكنولوجيا بقت مفتوحه على العالم. يعني الواتساب واخداهم مننا، واليوتيوب واخداهم من اهلهم، مش واخداهم، بقت ثقافتهم اعلى وبقت طموحاتهم اعلى وسقف عايزه اقول معلوماتهم بقت اعلى من ابائهم. هنا هتبقى في حلقه مفقوده. مش حلقه، ما هو ده الدور على الاب والام بقى. يبحثوا بانفسهم عن مصدر ثقافه علشان يقدروا يجاروا بيه اولادهم. انا عايزه اقول لك ان انا اغلب شهاداتي العلميه ما اخدتهاش غير وانا كبيره. عشان ولادك، فضلا لاولادي مش ليا، هم اللي لهم فضل عليا. لاني كنت بقعد اذاكر معاهم، اتصفح بعض الكتب، بعض المعلومات، اخد دورات تدريبيه، اخد الرسائل بتاعتي، اخد دراسات عليا، كل ده واولادي كبار في الثانوي وفي الجامعه. يعني فقدرتي تكسري الحواجز اللي وما كنتش بخجل لما بسالهم اللي بينك وبينهم. ودي همزه وصل رائعه. احنا عندنا دايما نظام الاوامر، يعني الاب والام يامروا، لكن ليه ما يبقاش عندك ثقافه انك تستقي حتى العلم والمعرفه من ابنك، علشان لو في يوم من الايام انت اديت له علم او معرفه يتقبلها بصدرك، عشان احنا اصحاب. بنظريه خد وهات، خد وهات عادي. انا اولادي بيبرعوا في اشياء انا فعلا ممكن اكون اجهلها، ومش عيب، بس احاول ان انا اتعلم واسال. بيبقوا سعداء جدا على فكره، وانا ببقى سعيده يعني. بس ممكن يهربوا وما يقولولكيش وما يعلموكيش، مش فاضيين. لا هو مش بيهربوا، مش ده بيحصل. هم مش بيهربوا، هم بيعلموني، بس بعد كده بقى يعني احنا قلنا لك الكلام ده مرتين ثلاثه يعني. ده مش تأنيب يعني. لا ساعات تحس انهم متاخدين قوي، مشغولين عنك. صحيح، ما لكيش وقت عندهم يقعدوا يعلموا. اداره الوقت بقى اهميه الاباء والامهات. ده الحقيقه كان السؤال القادم، ازاي ننظم وقتنا مع اولادنا، ازاي بحيث الام العامله تقدر تغطي المطلوب منها في البيت والعمل.
هقول لحضرتك، اولا احنا كلنا عندنا وقت زي بعض، يعني انا يومي 24 ساعه، يوم حياتك 24 صحيح، ساعه. ربنا ادانا. فالشخص اللي بيقول انا ما عنديش وقت، لا هو ما يعرفش يدير الوقت. يلا نقول لهم ازاي يديروا. يدير الوقت كده. يدير الوقت. يعني عايزه اقول لازم يكون عنده خريطه. لازم، ولازم يحط كل شيء الاهم فالمهم. خريطه الوقت تختلف عن الخريطه الذهنيه، هي شبيهه ليها تماما، بس هنتكلم الان عن خريطه الوقت. نتكلم عن خريطه الذهنيه. خريطه الوقت لازم الاول اشوف ايه المهم عمله الزامي النهارده بساعات محدده لا يمكن التحايل عليها. يعني امسك ورقه وقلم ويوميا اعمل جدول. طبعاً. انا هعمل ايه النهارده. طبعا كويس قوي. وبعدين غير كده كمان، بعد ما بحط كلام المهم اللي لازم يحصل الزامي في ميعاده، اشوف ايه الاشياء الاخرى اللي الزامي ولكن ممكن تغيير مواعيدها، يعني بحطها بطريقتي. اولويات يعني. اولويات، ولكن ممكن احطها بالميعاد اللي يريحني. ثم بعد ذلك بقى الاشياء الصغيره اللي ممكن تكون غير الزاميه وليس لها موعد، بحيث انها حدثت ام لم تحدث مش هتاثر مش هتاثر. ولازم انقل الثقافه دي لاولادي، يعني معيش في برج عاجي لوحدي. يعني لازم اولادي يعرفوا، يعني انا اولادي بيبقوا عارفين انا من الساعه كذا للساعه كذا عندي ايه، ومن الساعه كذا للساعه كذا عندي، فتحملوا معايا المسؤوليه وما يحصلش دروب، ويعرفوا ان انا هلتقي معاهم الساعه كذا. لاني لما بيحصل الدروب ده الام بيبقى شكلها مش حلو، يعني يعني انت ليه مش عامله حسابك معناه كده. تحمل المسؤوليه جماعي. الاولاد يتحملوا معايا، ده مهم. انا بشتغل علشان شيء معين، الشيء ده بيعود على الاسره. صحيح. الاب بيشتغل نفس الشيء، لكن احنا مفرغين نفسينا لاوقات اخرى ليكم، ده شيء مهم جدا. ده حتى لما يتجوزوا مش خلاص البيوت انفصلت، لا في حاجه اسمها لمه الاسره، في حاجه اسمها ده زي امتداد، يعني جوازهم ده امتداد يعني. طبعا. بالنسبه للخرائط الذهنيه اللي حضرتك سالتي فيها، الخريطه الذهنيه هي تنظيم الافكار، تنظيم عمل معين، ودي بتنفع جدا في الدراسه. يعني انا ممكن انظم كتاب واحد عن طريق الخريطه الذهنيه او مجموعه مواضيع، بحط العنوان في النص، ويا ريت بيبقى في ادوات بنستخدمها عشان اشرح لك بطريقه فايده، بس هحاول انقل الصوره. هي عامله زي الشجره المتفرعه، كل فروع ينتج منه فروع. فبقسم الماده بتاعتي على هيئه ابواب، وكل باب يخرج منه مجموعه ابواب اخرى بالاسم. فبالتالي لو انت تذكرتي الخريطه الذهنيه بتاعت الماده، تتذكري كل عناوينها في ذهنك، لان الذهن قادر. الخريطه الذهنيه مقصود بيها تنظيم افكار المذاكره، يعني مش كل حاجه، مش ولا الام برضه مع اولادها بتعملي عزومه في البيت بتعمليها بالخريطه الذهنيه. يعني بتعملي عزومه اسمها ايه، فرح ولا عيد ميلاد وات ايفر اسمه ايه، وبعدين بتطلعي بقى مثلا الاكل، الناس هيستمتعوا بايه عندك، هيقعدوا فين، وهكذا. من ناحيه الطعام مثلا هشتري ايه من بره، ايه اللي موجود في البيت هيتعمل ازاي، وهكذا. تشعب العمل. الخريطه بتثبت في ذهني، اللي هي زي خطه يعني لتنفيذ، بس بالالوان والخطوط. ليه؟ لان العقل البشري اثبت انه بيحتفظ بالالوان والخطوط والصوره اكتر من الكلام ومن اي حاجه مكتوبه شفت. ومش هنسمح بحاجه تقع مننا، كويس قوي. فدي مهمه جدا. يبقى ايا ما كان الحاجه اللي هعملها ينطبق ده على ست البيت في اعمالها، وينطبق على الطالب في المذاكره. هنعمل الخريطه الذهنيه دي اللي عامله زي الشجره، وكل باب يطلع منه ابواب اخرى او فصول، بحيث ما تقعش مني حاجه. انا عايزه اوصل، يعني بحدد الهدف الاول بالزبط. انا عايزه اوصل لكذا، عشان اوصل لكذا ده وسائلي ألف وسائلي ايه بالظبط. عارفه اقول لك ينفع مين؟ ينفع الوزاره ينفع رئيس مصر القادم، اي انسان بقى. ما حضرتك قلتي بتنطبق على اي ده دليل نجاح. تنظيم عمل من الاقل الى الاكبر فالاكبر. خلينا اقول ما نشتغلش عشوائي. بالظبط كده. الشغل العشوائي اهدار مجهود ووقت، وعلى فكره بينعكس على الاعصاب، يعني نفسيا الواحد بيبقى متوتر ومتضايق. ليه؟ لانه مش منظم، مش محدد مواعيد. ده كلام جميل جدا الحقيقه. طيب انا عايزه انتقل للساعه البيولوجيه. الناس لما بتبقى متعوده تصحى في وقت معين وتنام في وقت معين، بيتقال عليها كده ده صحي، ده ساعته البيولوجيه مظبوطه على الساعه كذا. بعد بقى الاجازه طبعا كان في سهر ولخبطه في المواعيد وسفريات وحاجات كده. الناس تعمل ايه بقى، الام بالذات مع اولادها اللي هم بيلاقوا صعوبه ساعات الصبح في انهم يصحوا؟ هقول لحضرتك، هو طبعا انا كنت بتمنى ان يكون الكلام ده قبل ده ب3-4 ايام، لان احنا خلاص ليه؟ للتعويض. ان بعد بكره للتعويض، لان لازم تعويض. لان انا الطالب بيصحى كل يوم الساعه 2 الظهر وبينام 5 الفجر، واجي بعدها تاني يوم اقول له اصحى الساعه 6-7. صعبه، قاتله، يعني دي قاتله. القصور عندنا احنا بدأنا متأخر، لكن هنعالجها ازاي؟ لازم اولا الام كانت تبتدي الكلام ده من 2-3 فاتوا. في حاجه بقى اخطر من كده، مش من المفترض
ان الطفل في مراحل معينه يسهر، ده حتى لو ما فيش دراسه. يعني القصه مش قصه دراسه على فكره، يعني في نظام في النوم وعدد ساعات نوم محدده 8 ساعات للطفل وان لم يكن اكتر في جميع الاوقات، دراسه او اجازه. لكن احنا عندنا الاجازه تعني الراحه وكسر القواعد من كل شيء. السهر يا دكتور هنعمل كسر ايه؟ كل شيء، يعني انت كل شيء من غير روتين، واحنا بنبقى سعداء قوي بكسر الروتين. لكن بالعكس، ده حتى الاجازه تبقى منظمه. حتى الاجازه فيها نظام. طب خلينا نقول عشان الناس ما تزعلش، حتى لو كسرت تعالى قبل بدايه شغلك او دراستك بثلاث 4 ايام كافي، 3 4 ايام على الاقل، 3 4 ايام على الاقل. ابدا بقى عود نفسك يعني هنقول عشان احنا اتاخرنا من النهارده، يعني نلحق وقتنا النهارده وبكره يبقى في نوم بميعاد معين، لان في بعض المدارس تدخل سبت بعضها الحد. يعني نحاول نلحق نفسنا بقى. يعني زي ما بتاخد متعتك كامله في الاجازه لازم تستعد برضه لبدايه الدراسه، او لو في شغل بالنسبه عشان ما حدش يزعل. كل الناس احنا مهتمين بكل الناس طبعا. طبعا انا وقتي للاسف انتهى، ولكن استفدنا حقيقي. يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حنان رشدي استشاري الموارد البشريه. الف شكر. وبتمنى طبعا لكل اعزائي الطلبه والطالبات النجاح والتوفيق، وكل الامهات واولياء الامور والمدرسين، كل القائمين على رعايه الطلبه تعليميا، ان ربنا يوفقهم جميعا. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معنا فقره عن الناحيه النفسيه لدى المراه. نشوف ايه الضغوط اللي بتتعرض لها، ازاي تتجنبها، وازاي لو وقعت فيها نعالجها. بعد الفاصل.